يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم طبعا مع سعد وسعد واضح ان هو محتد جدا في النقاش نتيجه طبعا انت كنت موجود مش موضوع ارتداد، لا هو يعني هو ليه راي خاص مش عايز يجاوب. لا انا عاصرت ضرب عليا نار ايام لما كنا بنقوم بالتغطيه الصحفيه، ضرب علينا نار لحد الساعه 12 بالليل في وسط يعني انا من الجلايه في وسط منطقه شعبيه ضرب النار هناك كتير. وده كان تحديد قانون الجمعه، وانضرب علينا انا شخصيا، كنت انا واساسا صحفيين وصاحب عطاز وطارق عز، ناس صحفيين كبار، حتى كان معانا استاذه من كفر الزيات جايه برضه تغطي هنا، فانضرب علينا النار. فاحنا يعني عايز اقول احنا عاصرنا الاجمالي كله، عاصرنا الاجمالي، عاصرنا الثوره فعلا بحقيقي. بس الحاجه الوحيده بس اللي هي فاتتني ان انا ما رحتش الثوره قبل التنحي. قصدك ما رحتش الميدان؟ عفوا الميدان التحرير قبل التنحي، لان الميدان التحرير كان بيجي من هناك كان بيتكلم باسمه، كان الدنيا هناك كانت مختلفه. فاحنا يعني الحمد لله الواحد عاصر هنا في طنطا، عاصر كل ما بيحدث هنا من اول يوم 25 او تحديدا من ايام خالد سعيد لحد الشباب الجمال البطانه. ما هو برضه يا سعد يعني نتاج ده احنا داخلين في عصر جديد، تمام؟ عايزين بقى ما نقعدش نتكلم في الماضي، عاوزين نشوف وزي ما قال الاستاذ اشرف نبدا حلول. بالظبط، الحلول موجوده تمام، الحلول موجوده مطرحه. بدانا ناخد الثقه، دي حقيقه بدانا ناخد ثقه زي ما قلت لحضرتك ان المجلس الشعبي انحل، دي ثقه بدات ترجع للشباب. تمام. تعديل في الدستور، في حاجات كتير يعني ناخد الثقه. بس العمل عامل وقت يا سعد، انا وجهه نظري احنا ندي فرصه، احنا بنسترق وقت. عارفين ان القوات المسلحه المجلس الاعلى بالقيادات الموجوده في الشوارع بالضباط بالميمين كل دوت قايمين بدور رهيب جدا. تمام. وانا واحد من الناس يعني عاوز اقول لك حاجه، يعني انا كتبتها على الفيسبوك قبل الثوره ان انا حسيت ان الناس تعبت، كان في ناس زعلت مني، قلت كفايه مظاهرات. انا قلت الناس بنفسي، انا قلتها بنفسي بس قبل الثوره كفايه مظاهرات. بس لما رحت ميدان التحرير بعد ليله التنحي يوم السبت غيرت رايك 100%. طب ليه؟ هناك في ميدان التحرير اليوم تاني خالص مختلف. شاب زيي بيقول لي بطاقه، بيشوف البطاقه يعني بيفتشني، يعني بس وانت داخل الميدان مرتين 2. ما تخيلك ان انا كنت في قمه السعاده وشاب زيي، يعني ممكن نقول لا احنا كلنا كنا بنتفتش حتى الشوارع اللي جاي الشعبيه في ميدان التحرير. انا بتكلم في وقت في ميدان التحرير لما انا غيرت رايي قلت لا بالفعل الشباب بيأمن بعض. قصدي حضرتك يعني لكن ميدان التحرير اسره واحده بطريقه جو تاني ودنيا تانية مختلفه الناس كلها. تمام. وكل اللي موجود في ميدان التحرير هدفه يا سعد مصر والمصلحه العامه. مظبوط. اللي بيحصل النهارده زي ما انت قلت وزي ما انت لمسته ان في تغيير، في حاجات موجود. طب ندي الناس دي الثقه. ما هو للاسف انا وجهه نظري انا الخاصه بي، انا في ناس بتندس لمصالحها هي الشخصيه، ويقول لك ايه فلان لا يصلح، احنا عاوزين نشيل فلان، ممكن هو في عداء شخصي بينه وبين فلان. صح. لا احنا بنجلد ده، احنا عاوزين المصلحه العامه، وبدليل ان احنا شايفين ان في حاجات بتحصل بالفعل احنا نصبر نستنى. لا وبعدين هو زي ما قالوا في الاول كده احنا مش عايزين نتحول من دكتاتوريه الفرد لدكتاتوريه الجماعه. مش فرد وبعد كده هم مجموعه اللي هيتحكموا في الناس كلها. انا ايه من خلال النقاش اللي انتوا بتناقشوه دلوقتي انا طلعت 3 نقط كنت حابب ان اتناقش فيها. اول نقطه ان لازم نقول ان احنا شعب، او احنا لازم نكون شعب مش ناكر للجميل. بالظبط. اي شخص من السياسه اللي فاتت النظام اللي كان موجود قبل كده لازم ما نكونش ناكرين للجميل. الناس ديت زي ما عملت وحش وقد يكون وحش كتير، قد يكون وحش كتير ماشي، وده باعترافهم قبل اعترافنا احنا. لازم نشوف نص الكوبايه المليان، او بلاش نقول نص الكوبايه المليان، لازم نشوف ربع الكوبايه المليان. لازم نشوف المميزات اللي هم عملوها، لازم نشوف الايجابيات اللي هم عملوها ونكمل من حيث ونشكرهم عليها وناخدها ونكمل عليها ونطورها كمان وكمان. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي كنت حابب اقول عليها قبل ما نعرض وقبل مثلا نقول على سبيل المثال مثلا اللي هيحصل مثلا الجمعه الجايه ديت او اللي هيحصل الفتره الجايه ديت، الناس اللي عايزه تطلع مظاهره بيقولوا عليها مليونيه عشان يعني ضد الفريق احمد شفيق. طب ما نسمع البرامج، لازم نغير ثقافتنا شويه بقى. انا دلوقتي ليه معترض على الفريق احمد شفيق؟ طيب انت سمعت البرنامج بتاعه؟ لا. طب انت عرفت هو قال لك انا عايز اعمل ايه؟ لا. طب انت مجرد القديم ما هو ده فكر.
انتقاد داخلي ان القديم يبقى لازم يتشال. طب ليه؟ طب لا احنا لازم بقى بما ان كمان البرنامج اللي هو بيتكلم على تاريخ، طب اجيب تاريخ الراجل ده، اجيب السي في بتاعه، ابص هو عمل ايه، خليني بقى عقلاني ده يبقى حكمي عليه بالظبط كده. اجيب السي في بتاعه اشوف هو عمل ايه، وعد بايه ونفذه، وعد بايه وما نفذوش. بالظبط. لازم التمس الخير اللي قدامي، مش لمجرد ان انا قعدت مع فلان وقال فلان نشيله يبقى انا خلاص كده انساق وراه. لا ما ينفعش. طب يعني احنا يعني استاذن منكم يعني الاستاذ اشرف يعني كان له طبعا افكار كتيره جدا وعايز يطبق يعني حاجات كتير قوي في التنميه البشريه بحيث ان احنا نستفيد من طاقه الشباب. احنا شفنا طبعا شباب دلوقتي امبارح انا اعتقد لما اعيد افتتاح المتحف المصري وناس واقفه متطوعين بيستقبلوا الناس واعتقد ان اكتر السياح اللي هيجوا مش هيجوا يتفرجوا على الاثار، هيتفرجوا على الناس. بالظبط. فيعني ما انا اذا كنت بروح بلمع الاثر وبحطه في بوكس كده ازاز وبديله اضاءات ومؤثر صوتي عشان اعيش الراجل اللي جاي لي او السائح اللي جاي لي عشان بيتفرج على القطعه دي، فاصبح البني ادم المصري في الشارع وفي كل حته تحفه، هو التحفه اللي جاي. انا بتكلم بجد، السائح جاي يتفرج عليه، انا بتكلم بجد. فلازم احنا نلمعها بقى عشان نفرجها للناس. طيب انا هنا ليا تعليق بعد اذن حضرتك. اتفضل. عايز اوصل بس لنقطه، كان في فجوه قديمه، الفجوه دي كانت بين الشعب وبين الحكام. تمام. ماشي. لسه بنتكلم عنها. يعني الحاكم ما بيعملش اسقاط على الواقع. كنا نسمع رئيس وزراء السابق كان يقول لك والله احنا نسبه النمو عندنا مش عارف كام في المية، والله احنا كان بيتكلم على حد تاني ما بناكلش منها وبنشرب منها كشعب بسيط. انا بتكلم باسم العامل اللي هو رزق يومه او الموظف البسيط او محدود الدخل. الناس دي لازم تتفعل. انا المره اللي فاتت قلت لحضرتك انا كنت اتوقع ثوره للجياع، ولكنها كنت متوقع انها هتبقى ثوره جياع. ده ما حصلش. طلعت ثوره راقيه جدا وملهمه جدا. حتى مودي محمد امبارح وراني مقطع فيديو عاملينه الامريكان باللغه بتاعتهم وعارضين الجمال اللي في ثوره مصر. ازاي الشعب ده قوي، ازاي الشعب ده فتح صدره للرصاص، ازاي الشعب ده تكاتف، ازاي الشعب ده والشباب دول في الاخر جم بينضفوا. عدوى يا فندم، الاخلاص زي ما قلنا عدوى، الاكتئاب عدوى، الفرح عدوى. في ايجابيات كتير، بس انا بقول مش عايزهم يقعوا في الغلطه القديمه. يعني في فرق بين امكانياتي وطموحي. ان حصل الفرق ده كان عالي او زياده شويه يبقى في فجوه استراتيجيه. انا عايزهم يوصلوا الفجوه دي. ازاي نقرب من بعض؟ الهدف الامكانيه بتثقيف الشعب. انا بعلم دلوقتي وبقول لحضرتك والكلام ده انا قلته قبل كده بس يا ريت يعني اقدر افعله. نداء لسياده المحافظ، نداء لرئيس نادي طنطا، نداء لاصول الثقافه في الغربيه او الثقافه الغربيه، مسرح بلديه طنطا اللي مقفول مش عارف هو مقفول ليه. انا مستعد تماما انا والشباب المحترم دول هنعمل دورات تثقيفيه بارائكم واراء مجموعه الشباب اللي معانا برضه مجموعه فور يو او غيرهم، ان احنا الشعب ناقصه يفهم ايه. يعني انا في وجهه نظري في مشكله كبيره جدا في التحاور بالنسبه لنا. ازاي نتفق؟ ازاي نختلف؟ ازاي ان احنا نحدد موضوع معين ونخلص الكلام فيه وبعدين ننقل لموضوع تاني؟ ازاي ما استغلش الطرف الاخر في الكلام بتاعي ان انا انقل على موضوع يخصني انا شخصيا؟ لو هو بيتكلم في موضوع لازم ارد عليه، ولما نخلصه بعد كده نبقى ننقل على موضوع تاني، بس على شرط قبل ما ننقل نكون اوجدنا الحلول او على الاقل اقترحنا الحلول. ده اسلوب حضاري. 1. 2. لازم اعلم نفسي اولا. انا ما بقولش اعلم شعبي، بقول اعلم نفسي واعلم اللي حواليا ان المصلحه العامه تساوي المصلحه الشخصيه. زمان انا يمكن كبير عنهم شويه في السن، فكنت اشوف اللي بيقطع السفنجه في الاتوبيس، ما كانش فيه ميكروباصات، ما كانش فيه الحاجات دي، الناس كانت بتقول له ليه؟ ده مالنا ومالك. الكلام ده في اواخر السبعينات او اوائل الثمانينات، ما بقاش موجود دلوقتي. النهارده لا مبالاه. بيقطع الكرسي، كان بيقطع الكرسي وياخد الاسئله. يعني عارف يعني مش في يعني عارف الشعب ده منتمي جدا، بس هو الروح دي عايزينها تفضل. الحاجه الثالثه والاخيره اللي عايز اقولها
لو انا امنت او الجهه اللي هتحكم بعد كده، عشان نتكلم في اللي جاي يبقى خطوه لقدام مش نتكلم في اللي فات، وفرت لهذا الشعب مبادئ يوميه بسيطه جدا: سياسه الثواب، العقاب، تكافؤ الفرص. زي ممكن حضرتك كراعي الاسرتك تمشيها سيمتريه زي الاكل والشرب. يا ابني انت ذاكرت كويس النهارده اكتر من اخواتك، ممكن هديك مصروف زياده. انت ما ذاكرتش، لا والله انا هعاقبك عقاب معين، مش بانتقام او بغل، ولكن بمشي سياسه ثواب وعقاب في البيت زي الاكل والشرب والنوم. عايزين نمشيها بقى في المجتمع. 3 تكافؤ الفرص. ما اقومش من النوم الصبح ممكن اتخلي زميلي ركب في مكاني، ما هو ده كان بيحصل. ايوه اليوم الصبح بدري هو يمسك الحكم في اي وظيفه في اي حاجه. طيب في مقترحات معايا لو سمحتوا لي اقولها، ولا انا مش عايز بس ايه يعني عايز الشباب يتكلم اكتر مني النهارده. ففي مقترحات ممكن اقولها بعد اذنكم. لا انا كنت عايز اسال سؤال قبل الاقتراحات. يعني دلوقتي انا بتوقع مثلا ان انا قاعد في يعني اكبر دوله بتبص لها تحضرا ايه حاليا؟ مصر. بجد مش لا يعني لا عمليا مش عاطفيا، عمليا صدقني مش لا اقتصاديا صدقني عمليا والله عمليا. شوف دلوقتي لا في كل ده احنا دلوقتي في طريقنا ان احنا نحل الكلام ده. انا بتكلم على عالميا. انا بتكلم عالميا عن الحروب بعد اذنك يا محمد، بعد الحروب اللي حاصله. شوف ليبيا، شوف الصين، شوف المغرب، شوف معلش ارقى ثوره في التاريخ. ماشي انا مش انا اختلفنا في الثوره. انا بتكلم على دوله، انا ما بتكلمش على شعب، بتكلم على ده ايه دوله يعني عسكريا وسياسيا واقتصاديا. شايفين ارقى دوله ايه؟ الدولة العظمى الصين. انا ماليزيا كمان برضه ماليزيا من الاسيوية. قبل الثوره اقول بلاد كتير، بعد الثوره اقول مصر. طيب انا اقول انا كمان بقى انا شباب زيهم النموذج اليابان، لان انا برضه اقول اليابان. طيب انا مش عايز اقارن مصر باليابان. انا اعتقد انا ما رحتش اليابان، ممكن يكون الاستاذ اشرف راح اليابان لكن ما رحتش اليابان. اقول لك اصدقائي يابانيين انا شكلك ياباني. كان في نقطه زمان كده. انا اعتقد ان انا لو سالت في موضوع يخص اليابان اي واحد ياباني في الشارع وخدتهم بشكل عشوائي هلاقي نسبه يعني ممكن تزيد مثلا عن 70-80% ان هم ردودهم واحده. الله ما ده اللي بقوله. اتفضل يا فندم. ما ده اللي انا عايز اوصل له، ما ده اللي انا بقول لك قبل ما تقول المقترحات. رائع اللي حضرتك بتقوله. فاعتقد ان ده هو دليل اي تحضر اي شعب. لكن لو انت جيت سالت اي حد مننا دلوقتي هتلاقي كل اتنين قاعدين جنب بعض له راي غير التاني، كل واحد اتجاه. فكده ما اعتقدش ان احنا لسه وصلنا للنقطه اللي احنا عايزينها. التحضر بالظبط. ان هو لان هناك لو ما بيدفع ضرايب عارف ان هو بيدفع ضرايب عشان بلده دي، لما بيكسرش اشاره مرور عشان بلده دي، لا ما بيبنيش في ارض زراعيه عشان بلده دي، ما بيبنيش كارت موبايل عشان بلده دي. فاقول بقى بس اشرف يعني احنا ينقصنا ثقافه التحضر زي ما قلنا. هي ثقافه فيما معنى لا فاكرين يبقى واحد بقى، احنا بنفكر لهدف واحد. يعني كتير قوي من شبابنا مثلا زي ما قلنا في الاتوبيسات العامه في اي حاجه بيقطع يقول لك ايه يا عم ده مال الحكومه. طب احنا عايزين نجمل مش نفصل، لان التفاصيل هيودينا المناطق الثانيه. اجمالا اي حاجه في الدنيا هي بتبدا عاده. حتى الصلاه بنعلمها لاولادنا ايه؟ عاده. طيب اللي مش عايز يتعود هنقول له فيه ثواب، اللي مش مقصر معاه هنقول له فيه عقاب. خلاص يبقى احنا اجبرنا العاده انها تسير. صارت العاده يبقى احنا ان شاء الله هنوصل لابعد من كده، نحس العاده دي ونقدر نطبق بيها نفسنا واولادنا. متفق مع حضرتك 100% ان احنا شعبنا ثقافات متعدده. والله حتى في طنطا انا ليا راي، الاستاذ سعد له راي، في العجيزي له راي، ان شاء الله في طنطا الجديده له راي، في فلان له راي. ليه؟ لاسباب كل واحد بياخدها من منظور شخصي. ودايما كنا بنقول كلمه ما كانتش بتتقال غير في مصر، كنت دايما معترض عليها. الشعب ده عفوا مش هيفوق الا لما يجي قضيه قوميه تخليه يصحى تجمعه. ليه؟ مفيش قضيه قوميه في العالم كله يعني. الدول كلها دول مؤسسات. انا ليه قلت اليابان؟ اليابان ما عندهاش اي موارد ولكنها نهضت بايه؟ بثروتها البشريه. امريكا
لما يجي الرئيس بتاعها يتغير، هل سياسات امريكا تتغير؟ سؤال. لا طب هل بنلغي 5 ونحط 6 زي ما بيحصل عندنا ونرجع قصدي 6 تاني؟ هل بنخلي الثانويه العامه سنه وبعدين نخليها 2 سنين؟ هو كل وزير، وانا بقول للي جاي عشان نستفيد من اخطاء الماضي، يدخل يغير في دوله المؤسسات؟ ما ينفعش. انا خطتي كوزير او كرئيس او كصاحب جورنال او كموقع 300 زي اللي في الساعه او اي حاجه كان خطه قابله للتعديل غير قابله للهدم تصلح لمن بعدي، يبقى انا خدت ثواب جامد جدا وفعلت اسلوب حضاري. انما انا النهارده لو دكتور عمرو جه في المكان او الاستاذ محمد جه في المكان او الاستاذ سعد جه في المكان او حضرتك يا استاذ محمد او الاستاذ اشرف، اكيد السيستم كله هيتقلب على بعضه. نفترض ان لو حضرتك مسكت قناه السادة مثلا زي ما لو كنا نقولها كانوا طيروك، بس احنا دول النهارده ان شاء الله خير يعني ان شاء الله خير يعني. نفترض هل سياسه القناه من بعد اللي حصل ده ما حدش عايز يمسك مناصب خالص. لا بص عاوز اقول ايه احنا كده ماشيين زي الفل. سعد كان عاوز يعلق على النقطه دي. عايز اقول ان الدكتور بيقول ان قبل وبعد. فانا عايز اقول ان مصر قبل الثوره حاجه دي ملحوظه منها، ومصر بعد الثوره حاجه ثانيه خالص. طب انا هقول لك يعني هقول لك اللي عندي بس بعد دكتور اشرف ما يخلص. طيب ماشي. النقطه اللي انا عايز اكملها ان احنا لو وصلنا لاهداف محدده واتفقنا عليها كلنا كثوار بقى في التحرير، كحكومه، كشعب، كمحافظات، عايزين نصحي روح الانتماء. روح الانتماء دي ما بتجيش بغنوه، لا، ولكنها بتيجي من مبادئ. مصلحتي الشخصيه تساوي مصلحه العامه. انظر لبيت شويه هتلاقي فعلا المصلحه العامه هتعود عليك. 1 2 في ثواب وعقاب وتكافؤ فرص. 3 اسلوب التحاور اللي بيننا لازم يكون راقي، بمعنى نتفق ونختلف ويكون في مشكله نقول اقتراحات. انا بعيد الكلام ده تاني مره. على فكره ممكن حد يضيف من اي اتجاه، مش الشباب بس، ممكن حد ينقض من اي اتجاه، وفي الاخر نتفق في بوتقه واحده ايه اللي احنا عايزينه من الشعب وعايزين نوصله لايه. الصنايعي زي الدكتور زي المهندس زي المحامي، مش عايزين حد ثقافته تنبع من ثقافه بيته وتربيته وبيئته فقط، كده احنا نختلف كتير جدا. فانا ليا اقتراحات ان شاء الله هقولها بعد ما الشباب يخلصوا كلامهم على خطه. دايما انا بعترف بالخطط على فكره، ودايما بعترف ان المخطط اقوى من المنفذ. لو انا بنفذ وما عنديش خطه مش هعرف اوصل لحاجه. ودوله المؤسسات مش هتتبني غير بافكار. النهارده اخر صيحه في العالم الاداره بالافكار. الاداره يعني بمعنى ايه؟ مش شرط اكون مهندس عشان اتولى وزاره الصناعه، او مش شرط اكون مثلا مش عارف ايه عشان اتولى وزاره الاعلام مهني، لا. القضيه النهارده القضيه هو الفني ينفذ. الفني عندي كتير، انما مين؟ احنا طاقه. احنا شعب طاقه. انت قصدك بقى الابداع كمان. الابداع في الاتفاق. الابداع ان احنا نتفق. طب احنا نطلع قبل ما نروح للشباب بقى، معانا فاصل صغير يا محمد، ونفاصل ونرجع تاني ان شاء الله. نعيد بلدتها ونحيي ماضيها، من يبنيها غيرنا بنيها، لو بدمانا راح نرويها، لو بالروح نتعز عليها.